الحمد لله. اعتاد بعض الناس في بعض الجهات أن ياتوا بذكر عقب الصلوات وفي أوقات مختلفة، وهو قولهم: أشهد أن لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسأله الجنة ونعوذ به من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فادعى بعض الناس أن هذا بدعة وأن من يفعله مأثوم. فهل هذا الكلام صحيح؟ يروي لنا سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاء في صحيح ابن خزيمة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في آخر يوم من شعبان. وجاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: واستكثروا فيه، يعني في رمضان، من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان ترضون بهما ربكم، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. وجاء في حديث السيدة عائشة عندما سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ماذا تقول إن هي أدركت ليلة القدر؟ فقال لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. طيب، العلماء نظروا إلى غفلة الناس، نظروا إلى تكاسل الناس، نظروا إلى انشغال الناس بشؤون كثيرة، فربما الواحد منهم يخرج رمضان ولا يأتي بالذكر هذا، فرتبوه بعد الصلوات وفي أوقات مختلفة لكي يغنم الناس هذا الأجر وهذا الفضل ويحوزوا ثواب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيلة من الوسائل، ولا توصف الوسائل بأنها بدعة. للوسائل حكم المقاصد. عندنا اليوم وسائل كثيرة، نستخدم الجوال، نستخدم المقاطع في إيصال الخير وتعليم الناس، وكذلك نستخدم القنوات الفضائية، نستخدم مكبرات الصوت لإيصال الصوت المصلين. كل ذلك نبتغي به الأجر، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن كل ذلك وسائل، وللوسائل حكم المقاصد. فالذي يقول عن هذا الأمر أنه بدعة، هذا ما عرف مفهوم البدعة ولا حرر مفهوم البدعة. لذلك فالإنسان يحذر أن يتحدث في دين الله ويتكلم في دين الله بغير علم، والحمد لله رب العالمين.